السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد التورته تجي باردة وغير بالبسكوي بلا ما تحتاجوا لها لا جينواز ولا كيك ولا حتى حاجة، بحال الناس اللي تيكونوا مسروعين بالكوتي باش يصيبوهم في اسرع وقت. غير هاد التورته هادي راه كتجي غزاله ولذيذه واكيد ان شاء الله غادي تعجبكم وتنال رضاكم. غادي تحضروها في بيوتكم وغادي تعجبكم باذن الله. لهاد التورته هادي غادي نحتاج لها ان شاء الله. عندي هنايا بسكوي، انا نوات ما بين جوج ديال لي بسكوي، خديت هذا وخديت هذا. نتوما البسكوي اللي متوفر عندكم استعملوه. انا كانت عندي غير باكيه وحده وما كفتنيش وغادي وضفت ليها الباكيه الاخرى، غير القليل منها ماشي كلها. ولهاد والغاناش عندي هنايا نص كاس ديال الحليب في 100 غرام ديال الشوكولات كحل صافي. وعندي هنا شويه ديال الحليب فاش غادي ندير هاد البسكوي هذا باش يرطب. وبطبيعه الحال الكريمه السائله، نتوما استعملوا الشونتي او لا هادي او لا العلبه الكبيره اللي متوفره عندكم استعملوها. المهم هي الكريمه. وغادي نحتاج واحد المعلقه صغيره ديال النسكافيه اللي غادي ندوبها في شويه ديال الحليب او لا شويه ديال الماء صافي، وغنخدم بها باذن الله. على بركه الله غادي ندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخذ هذيك الكريمه، غندير بدل الحليب اولا الماء لهاد القهوه. غادي ناخذ ديك الكريمه بطبيعه الحال تكون بارده. غادي نضيف ليها هاد القهوه سريعه الذوبان، غادي نطربها مزيان حتى تولي عاقده ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. من بعد ما طربتها كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا، غادي نديرها في واحد الكوش بحال هكذا باش تسهل عليه العمليه. اما نتوما بامكانكم تخدموها غير بالمعلقه صافي. انا غادي نعمر هذا مزيان. غادي ناخذ هذا الشكلاط نديه يذوب فوق حمام مائي صافي، وغادي نسخن هذا الحليب وغادي نضيفه على هذا الشكلاط هذا من بعد ما يذوب، ونكملوا باقي التحضيرات. دابا غادي ندوزو باش نلقاو نحضروا هاد التورته هادي. غادي ناخذوا الصحن فاش غادي نقدمها. غادي نديرها هكذايا بحال هكذايا.
من بعد ما سليت التورته كما كتشوفوا غادي نديرها دابا في المجمد، نخليها على الاقل واحد 3 سوايع ولا 4، عاد نزينها بالكلاصاج ديال الشوكولات. من بعد ما خليت التورته كما كتشوفوا واحد ساعتين في المجمد حتى بردات مزيان، والكلاصاج بطبيعه الحال خليته حتى برد. ما ديروش البنات سخون باش ما يذوب لكمش الكريمه، صافي بحال هكذا كيجي. غادي ناخذو وغادي ندير غير بحال هكذا، اذا عندكم البوش ديروه، انا غندير غير هكذايا. وهذا هو الشكل النهائي ديال التورته اللي قدمت معكم اليوم. كتجي غزاله وزوينه، واكيد ان شاء الله غادي تعجبكم. زينتها غير بشويه ديال الشوكولاط حكيته وانصاف ديال الكركاع. نتوما التزيين تيبقى اختياري، زينوها بالتزيين اللي بغيتو. غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا كي تيجي. ايوا ضروري البنات تخليوها تبرد مزيان. هانتوما كتجي بحال مصيبه بالجنواز، رطبه 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 ما تتخيلوش كي دايره. هانتوما رطبه بزاف وهشيشه وبنينه في نفس الوقت. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه اللي قدمت لكم اليوم وتنال رضاكم. وبالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره، ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه باش يوصلك، وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي ان شاء الله. كنشكر الناس الجداد اللي انضموا للقناه، كنقول لهم مرحبا بكم والف مرحبا. وكنشكر الناس اللي كيخليو لي تعليق في الفيديوهات، كنقول لهم شكرا لكم من كل قلبي. ان شاء الله تعجبكم الوصفات ومحتوى ديال القناه. شكرا لكم على حسن المشاهده، والى فيديو قادم باذن الله.